180. احنا الحكومه دير معنا حل. وبطاطا 180 صاحبي عند الفلاح. شوف بطاطا كي دايره، وبطاطا 180 صاحبي عند الفلاح. شحال كتبيعوا؟ 12 درهم. ما يمكنش غتكون المواطن 15 درهم ولا 12 درهم، ما غايشريش كاع دابا هادشي. رحنا متنا وتكوينا وتشوينا بالغلا، كاين بطاطا كاين خبز وكاين نفط، كاين كل شيء دار اثمنه وحده. حنا كنعطيو حنا على البهايم. هذا 10 درهم باش نشري جمله كتجيبو انا نقول لك كدير شحال فيه من كيلو وانا غنحسبها. كلنا كمغاربه حسينا بغلاء الاسعار بزاف ديال المواد الاوليه اللي كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا، بحال المطيشه اللي كنا كنشريوها ب2 دراهم ولا 3 دراهم واللي وصلت حتى ل 13 درهم، ولا اللحم اللي كان الثمن ديالو معروف عند الجميع اللي هو 60 درهم، ولا المواطن الضعيف كيشريه ما بين 90 حتى ل 100 درهم. هنا فين كيطرحوا بزاف ديال التساؤلات، واللي من بيناتهم واش الحكومه هي السبب في هذا الارتفاع ديال الاثمان، واللي في الاساس الدور ديالها هو تحافظ على القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. نبدا من الارقام. المصلحه ديال المواطنين المغاربه وحمايه القدره الشرائيه ديالهم هي التزام حكومي، وهي اقوى من اي لوبي كيف ما كان النوع ديالو. ولا بسبب الازمه العالميه اللي واقعه حاليا، ولا الجشع والطمع ديال بعض تجار الجمله في المغرب. هاد الشيء كامل وكثر وبزاف ديال المعلومات المهمه في مجال الاقتصاد والسبب ديال غلاء الاسعار في المغرب، وبزاف ديال المعلومات اللي حنا كمواطنين خاص تكونوا عارفينها كاينين في هذا الفيديو. داكشي علاش قبل ما نبداو الا كنتي مازال ما درتيش اشتراك في القناه ورك هذيك البوطونه الحمراء حتى تولي قريب باش تدعمنا، خلينا واحد لايك لهذا الفيديو ويلا نبداو. اولا بد نعرفوا واحد المعلومه مهمه في مجال الاقتصاد اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، هي انه الثمن كيتحدد بواحد جوج معايير مهمه اللي هي العرض والطلب. وهاد القضيه هذه ديال العرض والطلب راه هي اللي مبني عليها الاقتصاد ولا ليكونومي ديال العالم كامل. هاد القانون ديال العرض والطلب راه كيطبق في واحد السوق اللي كيكون نقي وما فيهش تخرويض، بحال مثلا الاحتكار ولا بزاف ديال الاستثناءات وحدين اخرين. وباش نفهموا هادشي مزيان نشوفوا القضيه ديال المطيشه اللي طالعه الطوندونس هاد الايام اللي كانت في 3 دراهم 4 دراهم ولات في 13 درهم، ونشوفوا شنو غيكون السبب ديال هذا الارتفاع هذا. الناس الحرفيه واللي كاين في الاسواق قالوا بان السبب ديال الارتفاع ديال المطيشه فراه هو التصدير ولا كيف ما كيسميوه هما لومبالاج، بحيث ان المطيشه فراه كيتصدر من اكثر من 70% وفقط 30% هي اللي كتبقى للمواطن المغربي المحلي. اما مطيشه هذه ما كايناش، ولكن دابا بالسلام والعافيه شهر 3 ولا شهر 4 غادي توجد، لانه كاين لومبالاج دابا تيباليو فيها. وكثر من هادشي واش فراسكم بان المغرب فراه هو ثالث مورد مطيشه للاتحاد الاوروبي؟ ايه كيف ما سمعتوا فراه المغرب في الرتبه الثالثه وكنصدروا اكثر من فرنسا. في هذا العام اللي دازو ديال 2021 و2022 المغرب فراه زاد النسبه ديال التصدير ب 17% ولا كيصدر 520 مليون كيلو للاتحاد الاوروبي بثمن ديال 1.44 اورو اللي هي تقريبا واحد 15 درهم وشي صريفه مغربيه. ولا درنا واحد العمليه حسابيه فراه غنلقاو المغرب كيدخل 749.11 مليون يورو كل عام فقط من المطيشه، وهاد الارقام بطبيعه الحال حسب جريده اسبريس المغربيه. والحكومه حتى هي خرجات وقالت بانها كدير عليها باش تحد من الارتفاع ديال الاثمنه، قالت انه بعض التجار اللي ما كيحترموش القانون والتعليمات اللي كتعطيهم الحكومه فراه هما السبب في ارتفاع ديال الاثمنه هذه. يتم مراقبه الاسواق وضبط جميع المخالفات والضرب والزجر وجميع الامكانيات القانونيه والقضائيه والزجريه سوف يتم تفعيلها. المطيشه فراه كتباع تقريبا اكثر من 5 المرات عاد كتوصل عند المواطن المغربي. السؤال اللي كيجي هنا هو شنو غادي يوقع للمغاربه الا بقاو هاد الاثمنه هادو غاديين في ارتفاع؟ وبين قوسين هذه غير فرضيه، كنتمنوا من الله عز وجل ان الاثمنه ترجع كيف ما كانت، لانه الناس الدراوش مساكن راه تقصحوا ديال بصح. ما علينا نكملوا الموضوع ديالنا. قلنا شنو غادي يوقع على المواطن المغربي في حاله ما هاد الاثمنه هذه بقات غاديه في ارتفاع. وباش نفهموا هادشي مزيان نرجعوا لقانون العرض والطلب اللي عاد هضرنا عليه دابا شويه، وقلنا بان هذا القانون هذا فراه ما كيبقاش صالح في بعض الاستثناءات. وكيف ما قال روبرت كيفن واحد من بين اكبر الاقتصاديين مختصين في الاحصاء والدراسات الاقتصاديه، بان قانون العرض والطلب فراه ما كيطبقش على المواد الاوليه اللي مهمه وضروريه عند المستهلك، لانه المواطن العادي فراه غيبقى يشري في هذيك المواد الاوليه اللي كيستعمل في الحياه اليوميه ديالو واخا الثمن ديالها كل نهار غادي كيتزاد. وهادشي اللي واقع حاليا المواطن المغربي، كتلقى السيد كيدخل الفيسبوك كيبقى بارطاجي في فيديوهات ديال غلاء الاسعار وكيكتب في لي كومونتير، ولكن في الاخر ولا في النهايه ديال اليوم فراه كيمشي كيشري هذيك المواد انها ضروريه واساسيه في الحياه اليوميه ديالو ما يقدرش يتخلى عليها. وباش نفهموا هادشي مزيان نعطيو مثال بمطيشه نيت. المطيشه فاش كانت دايره مثلا 2 دراهم فراه الوالده ديالي ولا الوالده ديالها كانت كتمشي كل اسبوع كتاخذ واحد 4 كيلو بواحد الثمن اللي قلنا ديال 2 دراهم،
وفاش طلع الثمن ديال المطيشه ل 5 دراهم الوالده نقصات واحد الكيلو ولات كتشري فقط 3 كيلو. فاش ولات 13 درهم فراه الوالده اول حاجه كتقول فاش كتدخل الدار هي كتهضر على مطيشه وكتقول لك شوفوا الثمن فين وصل، وكتكون جايبه معها فقط كيلو واحد ديال المطيشه. بقى الثمن غادي في ارتفاع، فراه هاد المواطنين فراه كينقصوا من الاستهلاك ديال المواد الثانويه وكيركزوا فقط على المواد الاساسيه. بحال مثلا واحد المواطن اللي كان كيخرج بزاف وكان كيلبس بزاف ديال الحوايج، فهاد الازمه هذه والارتفاع ديال الاثمنه فراه ما غاديش يبقى يدير ديك الحوايج اللي فقط هي ثانويه، بحال مثلا ياكل ساندويتش في الزنقه ولا شي حاجه، وغادي يركز على الاشياء الضروريه اللي هي انه يجيب الخضره مثلا المطيشه الخضر كاملين واللحم ولا شي حاجه بحال ما هكا. هادشي وحيت ان الخلصه اللي كيجد في كل شهر فراه ما بقاش قاده، وخاصو ضروري يدير واحد الجيستيون واحد الحساب واحد اخر، خاصو ينقص من الاستهلاك ديال شي حوايج باش يبقى تقريبا كيجيب نفس الكميه اللي كان كيستهلك من المواد الاوليه. وزاد وضح لنا هذا العالم اللي عاد دابا هضرنا عليه واللي سميتو كيفن، قال بانه هذا الفيلم ديال ارتفاع الاسعار مع المواطن فراه كيسالي في واحد النقطه اللي سماها هو الدي، وهي فاش ما كيبقاوش المستهلكين قادرين يشريو هذه الماده هذه ولا هذه المواد، وبالتالي فراه الثمن ديالها كيبدا ينقص. وهادشي اللي وقع في هاد الايام اللي دازت تقريبا في 3 ايام هذه دازت مع مطيشه، وبطبيعه الحال الناس اللي كيتقداو هما اللي غيعرفوا هاد القضيه وغيلاحظوا بانه راه الثمن ديالها بدا كينقص شويه بشويه، بعد ما كانت تساوي 13 درهم ولا 10 دراهم في السوق فراه ولات مؤخرا دايره ديك 8 حتى ل 10 دراهم. يعني فاش كيكون عندنا التضخم وواحد الازمه فراه الاثمنه ما كترجعش في بلاصه، وانما كتاخذ واحد شويه ديال الوقت باش ترجع الاثمنه اللي كانت شحال هذه. بصفه عامه فراه كاين 3 انواع فقط ديال التضخم، كيختلف على كل نوع على الاخر على حسب المجال اللي كاين فيه، وغنوضحوا هادشي بطبيعه الحال بامثله باش تفهموا مزيان. التضخم الاول واللي هو كيتميز بالتقلب السعري، يعني الثمن ديال شي ماده ولا مواد كيكونوا طالعين وكينزلوا ولا كيكونوا نازلين وكيطلعوا. ونعطيو مثال بالبترول، فراه كنا شفنا بلي راه شحال هذه الثمن ديال البترول كان فاصل 8 و9 دراهم، ودابا راه واصل تقريبا ل 18 17 درهم. ونعطيو مثال فراه حتى ديال المطيشه فاش كتكون الامور مقاده وكيكون كلشي هذاك واش تصابه، فراه تقريبا الثمن ديالها كيكون 2 دراهم وما كدوزش عليها بعض اسابيع ولا شهر وما كاملش، والثمن ديالها كيقدر يطلع في الدوبل في 4 المرات ولا 5 المرات كيف ما وقع حاليا. يعني ممكن تكون ب2 دراهم وتولي ب 13 درهم، وممكن تكون ب 13 درهم وتصبح ب 3 دراهم. وهذا هو النوع الاول ديال التضخم. النوع الثاني ديال التضخم واللي هو في الحقيقه ماشي شي تضخم فعلي، وانما تراجع ديال واحد السلع ولا واحد الخدمه اللي كانت كتقدم شحال هذه كانت في ثمن ودابا ولات في ثمن واحد اخر. فراه هذا النوع الثاني فيه خاصيه وحده، هي انه الثمن كيكون غالي وكينقص وما كاينش العكس تماما، يعني ما يمكنش شي نهار غيطلع داك الثمن. وغنعطيكم واحد المثال باش تفهموا مزيان. مثلا في المكالمات لي زابيل اللي كانوا الناس كيديروا روشارج شحال هذه، الناس كبار فراه كيعاودوا لينا كانت دقيقه واحده واصله ل 6 دراهم. هادشي كان فاش كان يلاه بانوا التليفونات، اما دابا فراه تقريبا 5 دراهم كتقدر تعطيك 20 دقيقه، يعني مع المده فراه الثمن كينقص. ندوزو دابا النوع الثالث ديال التضخم. النوع الثالث فراه العكس ديال هذا النوع الثاني اللي عاد هضرنا عليه دابا، يعني الثمن غير ما كيزيد يطلع وما كيرجعش للور نهائيا. وناخذ مثال ديال التيكي ديال التران، الناس اللي كيستعملوا التران بزاف غيفهموا هذه القضيه هذه. الثمن ديال التيكي ديال التران فراه كل عام غير ما كيزيد يطلع، والثمن اللي كاين حاليا فراه ما عمر ما غادي ينقص وانما غير غادي في الزياده. وهذا هو النوع الثالث ديال التضخم. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، حاولت ما امكن انني نبسط لكم شنو واقع حاليا في المغرب في الاسعار. نتمنى تكونوا استفدتوا ولو شويه من هذا الفيديو هذا. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو، اللي مازال ما دارش اشتراك كيف ما قلنا في الاول درنا اشتراك، خلونا واحد لايك. وهادشي اللي كاين، كان معكم خوكم فؤاد الزيتوني من قناه مغربي بليس اجي، وتهلاو.